في بداية كل سنة ناس كتير مننا أو معظمنا بنحط لستة كبيرة قوي من الأهداف، وده موسم التخطيط زي ما بيقولوا. ولما بنيجي على نهاية السنة بنلاقي نفسنا ما حصلناش أي تطور، بالعكس احنا ممكن نكون رجعنا ورا. أما على الجانب التاني ففي ناس بتحقق كل حاجة هي كاتباها أو معظمها، وفي ناس بتتفوق بالعكس على نفسها وبتلاقي نفسها حققت أكتر بكتير من اللي كانت متوقعاه. طيب ايه الفرق بين الاتنين؟ الحقيقة ان انا في فيديو النهاردة مش جاية اقولكوا على طريقة هلامية تحققوا بيها اهدافكم. احنا ببساطة هنحلل كل الفترة اللي مرينا بيها او فترة الفشل اللي احنا مرينا بيها، ونبدأ نتعلم من اخطائنا ونشوف احنا ليه مش بنحقق اهدافنا اصلا. خلينا متفقين ان احنا كلنا بنبدأ بداية حلوة قوي وبنكون متحمسين جدا، لدرجة ان احنا ممكن ندفع اشتراك جيم سنة كاملة. بنستمر يوم اتنين تلاتة شهر، بس في الحقيقة ان بعد كده احنا بنتسحل في وسط حياتنا وبننسى اصلا الليست اللي احنا كنا كاتبينها. جربوا كده دلوقتي تفتحوا الليستة اللي انتوا كتبتوها في بداية السنة وتشوفوا نفسكم حققتوا ايه، تشوفوا نفسكم اصلا فاكرين انتوا كتبتوا ايه ولا لا. والسر هنا هي الكلمة الأولى والأخيرة. السر هنا هي الصفة الأولى والأخيرة والعادة الأولى والأخيرة اللي من غيرها مش هنقدر نحقق أي حاجة احنا عايزينها في الدنيا. وبعد محاولات كتيرة من ان انا اقع واقوم وفترات كتيرة من الفشل والنجاح، اكتشفت ان معادلة النجاح مهمة جدا فيها صفة او عادة، وهي الاستمرارية. فلو سألتوني عن عادة واحدة هقول لكم ان هي هتقدر تحقق لكم او تساعدكم ان انتوا تحققوا كل حاجة انتوا عايزينها، هي ان انتوا تستمروا في كل احوالكم. متضايق استمر، تعبان استمر، ملكش مزاج استمر. اهم حاجة الاستمرارية، مهما كنت مش شايف نتيجة ملحوظة ونتيجة كبيرة استمر. النتائج البسيطة قوي اللي انا بشوف ان هي ممكن ما تكونش ليها اهمية او مش ملحوظة بالنسبة لي، نتيجة على نتيجة نتيجة على نتيجة هتعملي حاجة اسمها كومباوند افكت، فبالتالي هشوف النتيجة بس بعد فترة من الزمن او فترة من الاستمرارية. مثال الشخص اللي عايز يخس جزء من وزنه، عمره ما هيقدر يوصل لحاجة أو يحافظ حتى على النتيجة اللي وصل لها من غير ما يستمر على النظام الصحي، على العادات الصحية، على لعب الرياضة، على كل الحاجات دي. معنى كده إن أنا لازم أستمر، وكذلك قيس ده بقى على كل حاجة في حياتك. عرفنا دلوقتي قد ايه الاستمرارية مهمة، تعالوا بقى دلوقتي اقول لكم ازاي او ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نستمرش. عشان كده مهم جدا اعرف انا ليه عايز احقق الحاجات دي والاهداف دي، وليه عايز اوصل لكل حاجة انا عايز اوصل لها. اول حاجة بتخليني ما استمرش ان انا احقق اهدافي هي ان انا ما عنديش رؤية واضحة للاهداف دي، ما عنديش رؤية واضحة لحياتي بعد ما احقق الاهداف دي بكل تفاصيلها. وتيجي هنا اهمية المانيفستيشن، ودي حاجة مهمة جدا بتساعدني اعرف او اتخيل حياتي بعد ما احقق الاهداف دي، وبالتالي بيكون عندي هدف واضح، فبالتالي بيكون عندي دافع قوي جدا للاهداف اللي انا عايز احققها دي. تاني حاجة بتخليني محققش الأهداف اللي أنا بحطها هو إن أنا ما كنش عارف أحط الأهداف بشكل صح. وفكرة إن أنا أحط هدف أو إن الهدف ده يكون فعلا هدف مش مجرد حلم أو مش مجرد آمال وطموحات وخلاص، ليه شوية خصائص. فده مش موضوعنا النهاردة، بس هقول لكم كلمة واحدة بتلخص قد إيه الهدف ده صح ولا مش صح. اول حاجة ان الهدف يكون محدد بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو يكون محدد كما. يعني مثلا انا عايز اخس، فانا عايز اخس 10 كيلو، مش عايز اخس واقف، لا انا عايز اخس 10 كيلو. ومش بس كده، يكون محدد كمان بوقت. مثلا انا عايز اخس 10 كيلو في 10 شهور، فبالتالي انا هكون محدد الهدف بتاعي، هعرف اقسمه، وبالتالي هيكون قابل ان انا احققه. ففكرة ان انا احدده دي حاجة مهمة جدا، وده السبب اللي بيخلينا اصلا ما نحققش ان احنا نخس في المطلق كده، لا انا عايز اخس كذا في وقت كذا. خلينا نكمل على المثال ده. انا عايز اخس 10 كيلو في 10 شهور، فبالتالي عندي كيلو كل شهر، فعلى اساسه هبدأ ان انا اخطط وانفذ وهكذا. وده ياخدنا لتالت سبب بيخلينا ما نستمرش على اي حاجة بنبدأها او اي هدف بنحققه، هو عدم التتبع. مهم جدا جدا جدا، ما يقلش اهمية عن التخطيط، بل يكاد يكون اكتر اهمية بكتير قوي، هو ان احنا نتتبع الخطة اللي احنا بنحطها. عشان نحقق اي هدف ضروري ان احنا نخطط له ونعرف ان احنا هنعمل 1 2 3، ونعرف الستبس المطلوبة مننا بالظبط. بس عمر الخطة دي ما هتكون ليها اي 3 لازمة من غير ما فعلا نتتبعها ونتابع معاها لحد اخر يوم في السنة، لحد ما نحقق فعلا الهدف ده كله. زي ما ذكرت لكم من شوية المثال بتاع كل شهر هنخس كيلو،
فهنا انا لو كل شهر ما تابعتش نفسي وشفت انا خسيت الكيلو ده ولا ما خسيتوش، وفعلا راجعت نفسي شفت ايه الحاجات اللي وقعتني، ايه الحاجات اللي ساعدتني ان انا اخسه، ايه الحاجات اللي فعلا اثرت معايا بشكل ايجابي او سلبي، اي فعلا تتبعت الموضوع، فصدقوني مش هتقدروا تحققوا ولا تستمروا على اي حاجة في الدنيا. العامل اللي بعد كده واللي مهم جدا جدا، سواء هيساعدنا نستمر او ما نستمرش، هو البيئة اللي حوالينا. وفي فيديو كامل بيتكلم عن الموضوع ده لأحمد أبو زيد اسمه كيفية هندسة البيئة اللي حوالينا، او هكتبه لكم تحت في الديسكريبشن بوكس وهسيب لكم اللينك بتاعه. من احسن الفيديوهات اللي فعلا هتساعدكم تحققوا اي حاجة انتوا عايزينها. ففكرة ان البيئة اللي حوالينا ما تكونش مناسبة من اكتر الحاجات اللي بتخلينا ما نستمرش. يعني مش منطقي ابدا ان انا ابقى عايزه اخس او اوصل لجسم مثالي واخلي التلاجة عندي كلها سناكس مش صحيه، وسناكس ما تساعدنيش ابدا على النظام الصحي. الصح بقى ان انا هندس البيئه بتاعتي اخليها مناسبه للهدف بتاعي. يعني املى التلاجة عندي فواكه وخضار، بحيث ان انا لو ضعفت وجعت في اي وقت اروح ملاقيش اي بدايل مش صحية، لا الاقي اللي قدامي كله صحي. ودي اهمية البيئة. كذلك المكان اللي حواليا، عمري ما هقدر اذاكر وانتج بشكل كويس لو انا حواليا المكتب مكركب وحواليا مشتتات كتير قوي. فمهم جدا ان احنا نفضي البيئة اللي حوالينا من اي حاجة ممكن نبذل فيها طاقة ان احنا نقاومها، زي المشتتات، زي التلفزيون، زي التليفون. لو احنا مش بنستخدمه نحاول نبعده عننا قدر الامكان لو احنا بنعمل اي حاجة محتاجة تركيز. كذلك الاكل زي ما قلت. نيجي بقى للجانب التاني من البيئة اللي حوالينا، وهي الاشخاص اللي حوالينا. الحقيقة ان الاشخاص اللي حوالينا واللي بنحوط نفسنا بيهم ليهم عامل كبير قوي، بيأثروا علينا سواء هنكمل ونستمر في الحاجة اللي احنا عايزين نحققها او لا. عشان كده لازم نختارهم بعناية جامدة جدا. يعني مثلا لو انت عايز تلتزم في الصلاة وده هدفك، ما ينفعش تصاحب حد يكون الصلاة آخر أولوياته، يكون عنده أولويات تانية. ليه؟ لأن انت أول يوم هتقاوم وهتروح تصلي لوحدك، تاني يوم هتقاوم وهتروح تصلي لوحدك، تالت يوم هتأجل شوية الصلاة، رابع يوم هتأجل أكتر، خامس يوم لا هتقول لا أنا هكمل معاه، وهتفضل ماشي مع صديقك ده في الطريق اللي هو ماشي فيه. فعشان كده لازم نختار الناس اللي تعيننا على الرحلة بتاعتنا، أو نختار إن احنا نعيش الحياة فردية شوية في الوقت ده، وبعد كده نبقى نخرج ونقضي وقت لطيف مع اصحابنا وكل حاجة. وكذلك البنات، لو انتي عايزة تذاكري وفي عندك واحدة صاحبتك مش من اولوياتها الدراسة، فانتي لو فضلتي ماشية وراها عمرك ما هتحققي الهدف بتاع المذاكرة، او ان انتي تجيبي درجات عالية، او ان انتي توصلي لاي حاجة عموما. وعشان انت او انتي تستاهلوا فعلا تعيشوا الحياة اللي انتوا نفسكوا فيها، اختاروا دايما الحاجة اللي تنفعكوا حتى لو على حساب اي علاقة ملهاش لازمة. العامل اللي بعد كده اللي بيخلينا ما نحققش وما نستمرش في اي حاجة احنا عايزينها، هو ان احنا بنكسل نضحي باي حاجة حتى لو اهداف تانية. انا لو عندي هدف وشايف ان هو اولوية وشايف انه هيفرق في حياتي، لازم اتنازل واضحي باي هدف تاني قدامي عشان احقق الهدف ده. لازم اضحي بوقتي الحلو وخروجاتي مع اصحابي، لازم اضحي بشوية راحة، لازم اضحي بشوية نوم، لازم اضحي بحاجات كتير قوي، لازم اضحي بمجهود جسدي ومجهود عقلي وكل حاجة لازم اضحي. لو ما ضحيتش اعرف ان انت مش هتستمر، مش هتعرف توصل لأي حاجة. عشان كده مهم جدا ان احنا نتعلم نقول لا. لا لأي فرصة مش مناسبة لينا، لا لأي حاجة مش مناسبة لينا او مش هتتماشى مع الهدف اللي احنا عايزين نحققه، لا لأي حاجة ممكن تشتتنا وتعطلنا وتضيع طاقتنا على الفاضي. اخر حاجة بقى اللي انا شايفة ان هي من اهم الحاجات اللي بتخلينا ما نستمرش، هو ان احنا نبقى ماشيين على حساب مزاجنا. انا مزاجي هقوم اعمل الحاجة الفلانية هقوم اعملها، مش مزاجي ومليش مزاج مش هعملها. عمرها ما كانت بالمزاج. الناس المسؤولة فعلا واللي شايفة ان هي حياتها مسؤوليتها وان هي مسؤوليتها تعمل كل حاجة هي عايزاها، عمرها ما هتمشيها كده. لازم نتعلم ازاي نضبط نفسنا، لازم نتعلم ازاي نستمر. ببساطة، استمريتوا معناها حققتوا، ما استمريتوش يبقى قابلوني لو حققتوا اي حاجة. واظن كده احنا فوقنا شوية ومستعدين نبدأ صفحة جديدة ونحقق كل الاهداف اللي احنا عايزينها، ونبدأ بقى نتعلم ازاي نعمل هدف بجد عشان نحققه سوا في 2024. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وفادكم لو بحاجة صغيرة قوي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو